كده احنا جبنا الايس كريم بتاع ماما، شكله حلو قوي. وانا هجيب كاسة وهنعمل الايس كريم. اكتر حاجة اكتر حاجة انا بحبها هي الفراولة. هعملها الاول اهو. انت بتعمل ايه؟ انت جبت ايس كريم من الفريزر؟ عامل ايه؟ هو لسه عايز يتمسك شويه يا ابني. لا كده حلو. جميل ما شاء الله. ده ايس كريم الفراوله. دوقه بقى. ماشي. وبعدين هعمل المانجا. اهو. هعمل كيوي. طيب هو كان المفروض انت غسلت بقى المعلقه. يعني انا غسلتها. لازم تغسل المعلقه، مش تسيب كل حاجه كده. جميل. شكله تحفه. شايفين بقى الجمال؟ قول لهم بقى. اهو انا جبت المعلقه وهدوق. ده اول واحد الفراوله. طعمها جميل قوي. هدوق اول واحده فراوله، طعمها جميل قوي. هدوق بعدين المانجا جميله بجد؟ طب دوق الكيوي بقى. كيوي حلوه قوي. بجد؟ بتجامل ماما ولا حلو بجد؟ حلو قوي. لون بقى، اتمنى ان تجربوه. اتمنى ان انتوا تجربوه. من عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. هحتاج ايه؟ كيلو الا ربع فراوله. هحتاج نص كوبايه حليب او كوبايه الا ربع حليب. نص كوبايه كريم شانتيه. هحتاج ايه بقى؟ نص كوبايه سكر بودر او عسل، اللي متوفر عندك اعمليه. فانا هحتاج العسل عشان انا مش عايزاها مسكره جدا، الولاد ما بيحبوش الحاجه المسكره. وهجيب بقى ايه، هركن الحاجات بتاعتي كده على جنب. كده الكبه زي ما انتم شايفين كده. انزل ايه بالفراوله بتاعتي المفرزه. ايس كريم في 5 دقايق هتعملي احلى واجمل ايس كريم. الفراوله اسمه ايس كريم 5 دقايق، هنعمله في ثواني زي ما انتم شايفين كده. هفرمها بقى على الخلاط، هضربها على الخلاط اهو. بدات ان انا افرمه زي ما انتم شايفين كده. انا الفراوله بتاعتي تقيله على الكبه، فهنزل ايه بقى باللبن بتاعي عشان انا عملت عشان تبقوا واضحين معايا. اهو زي ما انتم شايفين اهو انا فرمتها. هنزل بايه بقى بالكريم شانتيه كده والعسل بتاعي. العسل والسكر البودر اختياري. عندك سكر بودر حطي سكر بودر، ما عندكش سكر بودر حطي عسل. تمام. زي ما انتم شايفين بقى هفرمه بقى تاني على الكبه وارجع لكم تاني. ده زي ما انتم شايفين اهو انا بفرمه زي ما انتم شايفين قدامكم كل حاجه اهو. انتوا زي ما انتم شايفين اهو انا فرمته. بس كده هجيب ايه، اي علبه عندك متوفره عندك اهو.
ننزل بس زي كل كمية كده يعني. زي ما انتم شايفين اهو. هدخلها بقى الفريزر. الكيوي هنزل بايه، دول 6 حبات كيوي زي ما انتم شايفين كده. هنزل بربع كريم شانتيه كده زي ما انتم شايفين. 3 معالق هنزل بعد بالزبادي زي ما انتم شايفين كده. ماشي. معلقة عسل. وبقى على الكبة زي ما انتم شايفين كده، وارجع لكم تاني. وزي ما انتم شايفين اصبح جاهز. بقى احطه في العلبة بتاعته واقول لكم نعمل ايه. زي ما انتم شايفين اهو. حطه بقى في الفريزر يتجمد ساعة ساعتين ونرجع لبعض تاني. هحتاج زي ما انتم شايفين كده منجتين كبار زي ما انتم شايفينهم. انا كنت مفرزاهم في الفريزر وطلعتهم حطيتهم بس شويه في الحل في الميه. فايه زي ما انتم شايفين كده انا هبدا ان انا ايه اقشرهم زي ما انتم شايفين. هجيب الكبه بتاعتي بس هبدا ان انا ايه انزل كده زي ما انتم شايفين اهو بالمانجا بتاعتي في الكبه. انا بعمل كل حاجه قدامكم اهو زي ما انتم شايفين. انا عملتها زي ما انتم شايفين اهو. انا هفرمها بقى على الكبه بتاعتي من غير اي اضافات او اي مكونات اطلاقا. جينا بقى لمرحله شايفين بقى انا فرمتها كويس زي ما انتم شايفين اهو. هنزل بايه بقى، بنص كوبايه لبن. نص كوبايه لبن زي ما انتم شايفين. 4 معالق كريم شانتيه كبيرة. معلقة 2 3 ادي 4. هستخدم كمان 4 معالق سكر بودر او عسل، بس المرة دي انا هحط سكر بودر. معلقة 2 3 4 معالق. تمام كده. كل الاضافات اللي انا ضفتها يبقى سكر بودر وكريم شانتيه بدون سكر زي ما انتم شايفين. حطيت جميع الاضافات. هفرمه برده تاني على الكبه وارجع لكم تاني. او زي ما انتم شايفين انا كده انا فرمته كويس. عايزه بقى تزودي ايه لونه، ممكن تحطي عليه لون طعام. مش عاوزه ممكن ان انت تستخدمي مانجا بويور تاني وتضيفيها عليه، بس انا اكتفيت باللي انا عاملاه زي ما انتم شايفين كده. بس عايزه يعني ان انت تحسني لون المانجا او الايس كريم المانجا، بس انا قلت لا كده كويس قوي زي ما انتم شايفين. حطه بقى في الفريزر بتاعي وارجع لكم بقى بعد ساعتين او 3 ساعات على حسب ما يتمسك معايا ونشوفه بقى ونقدمه مع بعضين.